بالاهلي هتبقى مختلفه، او مع الانديه مفيش صراعات على لعيب، هيتحط سقف للعيبه، الامور مش هتحتقن وتولع بالارقام اللي بنشوفها. هل ده اتنفذ ولا الامور كانت صعبه على الواقع، على ارض الواقع؟ لا، على ارض الواقع طبعا الدنيا اختلفت. اختلفت بقى في تنافس يعني. للاسف يعني ما قدرتش تطبق النظريه دي. ساعات بتخشوا في صفقه عشان تخلصوا فلوس اللي قدامكم بس؟ يعني طبعا. بوضوح على طول. يعني لا يعني مثلا صفقه مليك ايفونا، كل اللي كنت بعمله كنت ببعت واحد على حسابي يروح يقعد هناك نص يوم فتزيد شويه كل شويه، لكن مش عشان حاجه، عشان ما تخليش خصمك يشتري عدد كبير من اللعيبه. يعني خليه يدعم فرقته بس في حدود قليله. وهم برضو عملوا كده. هم طول عمرهم بيعملوا كده. الاهلي بيعمل كده، ودي مدرسه جيده جدا الواحد بيستفيد بيها. ملف كابتن الاهلي مره خد فريق الاسماعيلي كله. بس انا عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا بعشق الزمالك لكن انا ما بكرهش الاهلي. دي حاجه كويسه، روح رياضيه كويسه نهائيا. بالعكس بالنسبه لي الاثنين مجرد كوره يعني. الزمالك بعشقه، حاجه بتحبها وبتعيط عشانها وكده، بس في الاخر كوره. فيعني اللي انا بقوله ده في مجال الكوره، مش هنخرج عن الكوره. الكابتن احمد سليمان والمهندس مصطفى عبد الخالق، الملف ده اتقفل، ملف العوده ده خلص خلاص لائحيا كمان؟